اصحابي واخواتي عاملين ايه؟ روح اعمل لك كوبايه قهوه تعالى عشان في موضوع مهم. تعالى احكي لك حكايه بلد كانت رايحه في 60 داهيه بسبب فنجان القهوه طلعها من القاع للقمه. اه والله القهوه دي ما انقذتش يومك انت بس، دي انقذت البرازيل كلها. تعالى نشرب سوا ونشوف المعجزه دي حصلت ازاي. البرازيل كانت في مصيبه والبلد كانت مقلوبه. تعالى نرجع ورا شويه في سنه 1888. العبوديه انتهت خلاص ودي حاجه عظيمه جدا، بس فجاه ما بقاش في شغل والناس قاعده فاضيه. زراعه السكر اللي هم كانوا مشهورين بيها بقت بتموت، الناس بطلت تزرع سكر، والاقتصاد بتاع الدوله بقى بينهار. الدوله حرفيا داخله على فقر رسمي. يعني تخيل كده بلد بحجم قاره مش عارفين يعملوا فيها ايه. بس ظهر واحد كده مره واحده غالبا كان بيحب القهوه زي حالتنا. قال لك ايه بقى يا جماعه، احنا عندنا ارض خصبه والجو عندنا مظبوط، فاحنا ليه ما نزرعش قهوه؟ وبدات رحله البرازيل مع البن، وكانت رحله كلها تعب وشقه وشقيانين يا عيني. راحوا جابوا مهاجرين من اوروبا وايطاليا والبرتغال وقال لهم تعالوا اشتغلوا في مزارع القهوه، احنا هنوفر الارض والشغل وانتوا اشتغلوا وربنا يكرمنا. غلابه والله. وفعلا في خلال كام سنه الانتاج بقى يطلع بكميات مهوله، اهو الشعب بدا يشتغل والدوله بقى فيها دخل. مش بس كده، القهوه ما كانتش زرعه وخلاص، دي بقت حكايه وطن. يعني مثلا مدينه زي ساو باولو اللي هي دلوقتي من اكبر المدن في العالم، كانت مجرد ارض زراعيه كبرت بسبب زراعه القهوه، بقت العاصمه بتاعه الاقتصاد. ما تسرحش مني. وبعدين حصلت حاجه اغرب، البرازيل بقت اكبر الدول المصدره للقهوه في العالم، ولحد النهارده على فكره هي رقم واحد. يعني نص القهوه اللي الناس بتشربها في العالم من عندهم. يعني القهوه اللي انت بتشربها في القهوه دي يا اما من عندهم يا اما سوداني محروق. الفلاح اللي ما كانش لاقي ياكل بقى عنده بيت وعربيه وشغل. يعني كانت القهوه بالنسبه لهم زي السوشيال ميديا دلوقتي. والمهاجرين اللي كانوا جايين من اوروبا عنده ارض وعيله ومستقبل. القهوه حرفيا غيرت البرازيل من دوله بتنهار لدوله العالم كله بيبص لها وبيشرب من خيرها. ودي مش اول مره القهوه تعمل كده، زي ما عملت مع كولومبيا بعد الكوكايين، زي ما حكيت لكم في الفيديو اللي فات عملت كده مع البرازيل بعد العبيد. حتى احنا كمان بنكون صاحيين مقريفين وتحس ان اليوم متكركب، ويجي فنجان القهوه هو اللي يظبط لك اليوم. بس افتكر دايما ورا كل فنجان بن بتشربه في مزارعين تعبت وبلد وقعت وبلد قامت، حكايات وقصص اتكتبت. فقبل ما تشرب فنجانك اللي جاي فكر في اللي وراه. فكر ان الحاجه البسيطه دي ممكن تغير دول وتحيي ناس من جديد. حتى انت شخصيا بتبدل يومك. تخيل نفسك كده من غير قهوه. يا لهوي. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تكتب تحت انا من عشاق القهوه، عشان شكلنا هنعمل سلسله نحكي فيها عن بلاد تانية انقذتها القهوه. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.